بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأبيات نظمتها في الأيام الماضية عندما كنت في مستشفى الملك فيصل التخصصي على أثر بعض العوارض الصحية، والحمد لله على كل حال. وأردت من نشرها أن يستفاد مما فيها من الفوائد. يقول: يا أبوك يا سالم تدانت خطايا، وحسيت بآثار المرض في قدومي، وافهم وأعرف إن كل شيء له نهاية، ما فيه شيء غير ربي يدومي. يوم الشباب وصحتي في البداية، من فضل ربي ما تردت عزومي، في دبرة الله وتحرى سرايا، وأدري ماني بمغادر قبل يومي، وأنا بشر ومعرض للغواية، ماني بعن فعل الخطا بمعصومي، ولا عادلي في باقي العمر غاية إلا رضا الرب الغفور الرحوم. أرجوه يرحمني ويغفر خطايا، لا قلت الحيلة وضاعت علومي، وابغيك تسمع من كلامي وصايا، افطلها واعقد عليها الكمومي. اطلب من الرب الكريم الهداية، وبلغ اخوانك بالنصيحة عمومي. الدين الاول باهتمام وعناية، ورجل بالايادين شبه معدومي، وابنوا لكم في قمة المجد راية، وتمسكوا في طيبات السلوم. ومن بينكم لا ينقلون الوشاية، الحاقدين الحاسدين الرخوم. وترى اختلاف الرأي شر وجناية، ويمنع ويثلم ويمنع صفكم لا يقومي. وترى اتفاق الرأي عز وحماية، وحرز مكين في وجيه الخصوم.